مرحبا، كيفكن؟ اليوم بدنا نعمل خبز فرنجي. أول شي حطيت بالجاط 4 كبايات طحين متعدد الاستعمالات، وهلأ بدي زيد فوقن ملعقة سكر كبيرة، ملعقتين ملح صغار، ملعقة خميرة كبيرة. وهلأ بنخلط المكونات كلها مع بعضها. وهلأ بدي زيد عليهم 70 جرام من الزبدة بحرارة الغرفة. وهلأ بعجن المكونات كلها مع بعضها. وهلأ أنا وعم بعجن بدي زيد 1.5 كوب من المي تكون مفترة شوي، بزيدهم شوي شوي وبعجن. وهيك من بعد ما خلصت عند العجينة عجنتها منيح. هلا بدي اتركها ترتاح تقريبا شي ساعة وبرجع بشتغل فيها. ورجعنا لكم. وهلا هون من بعد ما خمرت العجينة بدي مدها بهذا الشكل وقطعها لقطع متساوية. وهلا بدي اعملهم طابات كورهم بهذا الشكل. وهلأ بدي ارجع اتركهم يرتاحوا تقريبا شي نص ساعة. ورجعنا لكم. وهلأ من بعد ما خمروا معي بهذا الشكل هلأ بدي بلش مدهم بالشوبك واعملهم خبز فرنجي. هلأ رح بلش مد عندي بهذا الشكل. وهلأ بدي اعملها بهذا الشكل. وحاول اني سكر كل المسامات المفتوحة. وهذا هو شكلهم النهائي قبل ما فوتهم على الفرن. هلا بدي اتركهم يرتاحوا كمان تقريبا شي نص ساعة لحتى تنفخ مع العجينة. ورجعنا لكم. وهلا هون بعد ما حمينا الفرن على درجة 180 بدي اخبز الفرنجة من فوق ومن تحت. بولع الغاز من فوق ومن تحت. وهيدا هو شكله من بعد ما خلصوا. هلا بدي ارجع اغطيهم شوي هن وسخنين. وهيدا هو شكل الفرنجة من بعد ما خلصوا. ريحتهم كتير حلوة وطرايا. من قلبهم لما نفتحهم منشيل، اذا بدكم منشيل هول الحشوة بشيلوهم. صار فيكم تلفوها بأي شيء انتو بتحبوه. وما تنسوا تعملوا لنا لايك وسبسكرايب للصفحة عشان يوصلكم كل جديد.